أما عن الشروط التي تجب والشروط التي ينبغي أن تتوفر في الأضحية، فيما يكون السؤال ما هي شروط الأضحية؟ أولا اعلم أن الأضحية ينبغي أن تكون من بهيمة الأنعام، ينبغي أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فلا تجزئ الأضحية من غير هذه الأصناف التي ذكرت الآن. فلا يصح أن يضحي بدجاج، ولا يصح أن يضحي بحصان، ولا يصح أن يضحي بديك رومي ولا غزالة. أما الجاموس فإنه يلحق بالبقر، هذا يصح أن يضحي الإنسان به كما ذكر ذلك علماء. وكذلك إذا قلنا الغنم فلتعلم أن ذلك يشمل الضأن والماعز، الضأن والماعز. ولتعلم أيضا من الشروط ثانيا أن تكون هذه الأنعام قد بلغت السن المعتبرة شرعا حتى تكون مجزئة، وإلا فإنها لا تجزئ. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذع الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذع الضأن. حديث رواه مسلم. أي لا تذبحوا إلا مسنة، ينبغي أن تكون ثنية. هذه تكون في أي شيء، في الإبل والبقر والماعز. استثنى النبي عليه الصلاة والسلام من هذه شنو؟ الضأن. الضأن مسألة أن يكون جذع، والجذع من الضأن اختلف فيه العلماء ما هو. قيل هو الذي تم له 6 أشهر، وقيل الذي تم له 8 أشهر، وقيل الذي تم له سنة. ونحن من باب الإرفاق إذا تم له 6 أشهر فإنه يكون مجزئا لورود ذلك بين هذا الحديث بين العلماء أن الجذع مختلف فيه، لأنه يصعب تمييزه، يصعب تمييزه. طيب، الضأن يمكن أن يضحي الإنسان من 6 أشهر ما فوق، الماعز من سنة ما فوق، وقيل 2 والبقر من 2 ما فوق، والإبل من 5 ما فوق. واضح؟ الضأن من 6 أشهر ما فوق، الماعز من سنة ما فوق، والبقر من 2 ما فوق، والإبل من 5 سنوات ما فوق، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولتعلم أيضا أن أفضلها، ولا شك الإنسان يبحث عن الأفضل، أن أفضلها إيش هو؟ الضأن. الضأن لقول النبي لفعله عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بأي شيء؟ بكبشين أملحين أقرنين. والنبي عليه الصلاة والسلام معلوم لا يقدم بين يدي الله إلا ما هو أفضل. ولذلك نقول الأفضل من بهيمة الأنعام إيش؟ الغنم أولا، والأفضل من الغنم الضأن، والأفضل من الضأن الذكر، ثم الأنثى. واضح؟ ثم بعد ذلك يأتي الماعز، والأفضل في الماعز الذكر ثم الأنثى. ولذلك لو أن إنسان خير بين أن يضحي بفطيمة ولا بجدي، ما هو الأفضل حاجة؟ فطيمة. ليش؟ لأنها من الضأن. واضح؟ لكن لو ضحى مثلا بجدي وعنده فطيمة يجوز، لا بأس بذلك، يجوز، كلها تجزئ هذا. لكن البحث في أي شيء نحن الآن في الأفضلية تماما. هذا الشرط الثاني، وهو أن تكون الأضحية قد بلغت السن المعتبرة